السلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم التتمه ديال الدروس، بقى لنا الوريقات والعريشات. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم ثلاثه الانواع ديال العريشات: العريش ديال السبوله، العريش المضوبل، وكذلك العادي. وان شاء الله نطرقوا للدرس ديال الوريقات. شوفوا البنات، اول حاجه جبدوا معايا ودنيكم وعويناتكم. غناخذ 4 ديال العقيقات. دائما الابره كنخشيها في السطر اللي لداخل، ماشي هذا البنات اللي على برا، لا لداخل. شوفوا غير كيفاش غنخشي الابره. غتقادوا بالنسبه للمبتدئات ديما ديروا هاد التجبيده ديال العقيقه. علاش؟ غير باش تحاولوا انكم تولفوا يديكم على العبار. غتجيو هنايا غتخرجوا الابره في الراس ديال العقيقه الثالثه. شوفوا علاش؟ حيت هاد العريش غادي نخدمو بشكل اللي هو عريض شويه، ما غاديش نديرو رقيق البنات وما نديروش متوسط. غنجي ناخذ عاوتاني 4 العقيقات، نجبد الخيط غير بشويه عليا. حتى شي حاجه البنات ما كتجي بالزربه. الا تعلمتوا بالزربه وما تقنتوش، راه يديكم كتولف على هذاك الشيء اللي خدمتوا به في المره الاولى. دائما المبتدئات حاولوا تخدموا بشويه عليكم. غنجي عاوتاني ناخذ 4 العقيقات وغادي نجبد الخيط باش نعرف فين غادي نخشي الابره بحال هكا. نتوما البنات انا كنبدا بشويه وشويه غادي نكسيري كنعرفش نخدم بشويه. شوفوا هنا واحد المساله غنبهكم ليها: دائما غتخليو شويه ديال ليسباس ما بين كل سطر ديال العقيق. علاش؟ باش ان السطر الثاني يجي مبلاصي في بلاصتو، ماشي يجي راكب فوق الاخر، لا. حيت بزاف الاخوات كنشوف هذا الخطا كيديروه. شتو؟ كتخلي واحد الفراغ فين يتقاد هذاك السطر ديال العقيق، ولكن ما ديروش ليسباس كبير او فراغ كبير ما بين جوج سطور كيبقى يبان اتساع الفرق. لا، عينكم ميزانكم. هنا كتجيبوا الخدمه زوينه ونقيه، وما كتفاداو انكم تبقاو تعاودوا. لاحظوا معايا. ودائما البنات ماشي ما حاولوا انكم تخرجوا شويه على الطراساج باش منها كتخبيو الطراساج، ومنها كتحاولوا انكم تخدموا خدمه نقيه. ما كتبقاوش عاوتاني ترجعوا من ورا الثوب وتبقاو تحكوا فيه باش تحيدوا الطراساج، لا. هنا البنات انا غادي نكسيري صافي. وريتكم في الاول، غادي توليو ان شاء الله تخدموا بحال هكا. كاينين ما شاء الله معايا اللي متعلمات كيزيدوا اضافه الا بانت ليهم في الفيديوهات. كنشكر البنات كاع اللي كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين، فيهم الدعوات الخير، فيهم رحمه الوالدين. والله الا كان نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجازيكم بالخير، حيت صراحه كتفرحوني. واخا الفيديوهات ما فيهمش مشاهدات، ولكن يكفيني ان البعض كيستافد باش يخدم على راسو. شوفوا البنات، هنا كنجي لهاد الدائره الفوقانيه. لاحظوا معايا، كنبدا نوسع شويه الفراغ او اتساع. شوفوا علاش؟ هنا دائما لاحظتوا حتى في الخياطه فاش كنبغيو نخدموا توق دائره العنق، اش كنديروا؟ فاش كنخيطوا كنديروا الكرانات للثوب باش اون فوا كنكملوا الخياطه ما كيجيناش مشنق. كذلك في هاد العريشات كنحاولوا اننا نوصلوا لهاد الدائره وكنكبروا شويه الفراغ باش غير يجينا الدائره مقاده. هنا راه سال ليا الخيط، فاش يسالي لكم كتجيو هنا. هاد اللقطه خليتها باش الاخوات يستافدوا منها. كتكملوا بحال هكا صافي. كتحاولوا انكم تنقيو الخيط وكتكملوا. راه هذاك الزوائد راه كيدفنوا مع العقيق. وكنبقى مكمله بحال هكا. شوف صافي ساهل البنات، تعلموا بحال هكا. واخا تاخذوا هاد العريش فيه واحد الوقت شويه زايد، معليش. حيت علاش ما ولفتوا يديكم على الخدمه؟ علاش ما كتكملوا كتوليو دائما كتخدموا غير الحاجه المتقونه، واخا تكون رشمه كيف ما بغات تكون. هنا غادي نخلي العريش مخدوم كامل باش تشوفوا الدوره ديالو كيفاش كتكون بحال هكا. ودائما حاولوا انكم تخدموا بالخيط على 4. علاش؟ باش ما كيبقاش مرخي. حيت بزاف ديال الاخوات فاش كيخدموا شي رشيمه كيقول لك وراه لقينا حيدنا المرمى وبقى العقيق مرخي. لا، دائما خدموا ب4 ديال الخيوط. والابره انا اللي كنخدم بها هي النمره 10، النمره 11 والنمره 12. هادو بثلاثه بهم كنخدم بهم العقيق المهرس العادي والسنيده. وكاين النمره 9 كتخدموا بها العقيق العادي زعما، حتى هي يمكن لكم تستعملوها. وكاين مازال البنات حتى الابره اللي رقيقه بزاف، غير هذيك شويه ناقصه، ماشي ناقصه ولكن ما كتلقاوهاش كتباع بزاف.
كنكمل البنات بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد العريش ديالي. شفتوا الدائره كيفاش دايره؟ العقيق مستف مقاد، حتى شي وحده ما جات فوق من الاخرى. هادشي كامل غير حساب. كتبداو تخدموا، تخليو شويه ديال ليسباس باش كيجي العقيق مقادد، والعريش كيجي ما شاء الله بحال هكا. شي الدائره كيفاش دايره بحال هكا. شوفوا البنات، حتى الا عندكم شي تويب ما معاونكمش دائما ديروا الفيزلي لتحت، راه كيتحيد يعني هذاك راه كيعاونكم على الخدمه. هنا غادي نجي نكمل العريش الثاني. هذا غنديرو انا شويه متوسط، علاش؟ حيت غادي يكون العريش ديال السبوله. لاحظوا معايا البنات، هنا غادي نخدم فوق السطر، ما غاديش نخرج بزاف على الرشيمه باش نجيب السطير ديالي متوسط في الخدمه. دائما ديروا هاد الحركه باش انكم تولفوا اون فوا تعلموا ليها راه صافي اوتوماتيكمون غتوليو تخدموا مزيان. غادي نجي هنا غادي نخرج. دابا انا عندي 4 ديال العقيقات ياكل البنات. الابره خرجتها في النص ديال 4 العقيقات، يعني في 2 ديال العقيقات الاولانيين. لاحظوا معايا، غادي نكمل بحال هكا، حيت فاش غادي نخدم السطر الثاني ديال هاد العريش غادي نخدمو بنفس الطريقه عاوتاني. تكملوا بهذا الشكل هذا حتى تكملوا كامل. شوفوا البنات، واحد الملاحظه مادام انني كنشرح للاخوات، هاد العريشات او حتى الخدمه ديال السلسله، ياك نتوما كتحكموا في العرض ديال هادو بجوج على حسب الابره فين غادي تخرجوها. الا بغيتو العريش عريض كتخرجوا الابره دائما، الا درتو 4 ديال العقيقات كتخرجوها في الثالثه. الا بغيتو العريش متوسط بحال هذا كتخرجوها في النص. اما الا بغيتو العريش رقيق كتخرجوها في العقيقه الاولى. هكا كتحكموا في العرض ديال العريش، يعني ما كتلقاوش صعوبه نتوما على حسب الخدمه اللي غادي تخدموا. بحال هكا كتشوفوا نتوما عينكم ميزانكم اين عرض بغيتو تخدموا به. يعني راه ساهل. هذه المعلومه بغيت نعطيها للمبتدئات باش ياخذوها بعين الاعتبار. هنا غادي نكمل البنات العريش، كنحاول انني ما نقطعش باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره. حتى العقيق كيجي مستف ومقاد. والاغلبيه ديال العريشات البنات كيبداو الخدمه ديالهم بحال هكا. اغلبيه كتكون الخدمه مطلوبه بهذا الشكل هذا. يعني نتوما حاولوا انكم تخدموا على حسب الطلب. من بعد البنات غادي نطرق معكم بزاف ديال الامور بالنسبه للمبتدئات اللي يلا غادي يبداو الخدمه ديال التنبات وبغاو ياخذوها كمهنه يترزقوا منها، يعني يدخلوا منها شويه المصروف باش ما تطيحوش في بعض الاخطاء اللي طحت فيهم انا. الصراحه الخدمه كلها كتبغي شويه الانسان يكون ما غاديش نقول قافز، ولكن يخدم وما يضيعش راسو. كيف ما وقعوا لي انا بزاف الحوايج بحال هكا. دونك هاد الامور غادي نخليهم من بعد ونطرقوا فيهم، حيت الا ما كنتيش كما كنقولوا من الاول كتحطي النقط على الحروف كتضيعي في رزقك. والله بحالي انا وليت كنسعى رزقي من عند الناس وهما داو اللباس ولبسوها البنات ودوزوا بيا داكشي اللي غيدوزوا باقي لحد الان ما تخلصش. هاد الامور انا كنقولها مع احترامي للكليانات، ولكن الناس راه كتضيع. هنا البنات شوفوا مني كملت هاد العريش، شوفوا غادي نجي نخرج الابره في الوسط ديال 4 العقيقات كما قلت لكم في الاول. دابا غناخذ 4 ديال العقيقات. شوفوا معايا الطريقه اللي غادي ندور بها العقيق. كتاخذوا 4 ديال العقيقات. هنا راه ما كنزربش باش نتوما تستافدوا. تاخذوا 4 العقيقات. شوفي كيفاش غادي ندور الخيط بحال هكا، نقاد العقيق وندور. فين ما جاتني العقيقه الاخرى نخشي الابره بحال هكا البنات. كنجي عاوتاني في الوسط، لاحظوا معايا مزيان، وكتخرجوا الابره حتى لهنا البنات راه واضح. كنجيبوا عاوتاني 4 العقيقات بحال هكا، كنقاد الخيط ديالي بهذه الطريقه وكنخشي الابره. شفتوا البنات؟ وهنايا كتبقاو ديروا هذه الطريقه هذه باش كتجيبوا
السطر الثاني داير مع السطر الاول، ودائما الابره كتجبدوها في النصف بحال هكا. دابا الطريقه راها مفهومه البنات، نتمنى انكم تستافدوا منها وما يكونش شي صعوبه في الفهم. شتي كيفاش كندير؟ غير بالنسبه للمبتدئات، يعني راه في الاول راه كتبداو بحال هكا غير باش كتاخدوا العبارات، وفي الاخر راه كتبداو تخدموا بشكل اللي هو عادي وبالزربه، يعني ما كتبقاوش غاديين دقه دقه. كتكملوا بنفس الطريقه البنات حتى كتكملوا هاد العريش ديالكم بكل سهوله بحال هكا. كتدوروا عاوتاني وكتخشيو الابره ديالكم. مفهومه البنات ياك؟ المهم اللي ما فهمتش شي حاجه تخلي ليا في الكومونتير، راه كنقراهم حاليا كلهم وكنقدر زعما كنجاوب على قدر المستطاع باش اي اخت عندها شي حاجه راه كنجاوبها في الكومونتير. المهم هنا البنات، هنا انا غادي نكسيري عاوتاني صافي وريتكم الطريقه. من بعد البنات راكم غتوليو تخدموا بشكل اللي هو يعني سريع، ما غاديش تبقاو غاديين دقه دقه كما قلت لكم بحال هكا. شوف صافي كتكملوا العريش ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي زعما نطبق معاهم هادشي في الرشيمات، راه الاغلبيه البنات كنحط رشيمات اللي هما خفافين، يعني ماشي عامرين بالنسبه للمبتدئات اللي غتبغي تخدم شي حاجه. اما السليتات راه كاينين ديجا في القناه، حيت الاغلبيه دابا انا كنخدم قفاطن شويه عامرين. دابا نتشارك معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو غزالين. بغيت نشارك معكم كيفاش ستيل باش كنخدم، يعني واخا عريشات ولا هكا كتبقى في تنسيق الالوان وكل سبحان الله راه كل كليانه وكيفاش كتبغي الخدمه ديالها. كاين اللي كتبغي اللون في اللون، كاين اللي كتبغي اللوينات، على حسب الشخصيه وعلى حسب الذوق. هنا البنات راني كملت، شوفوا ما شاء الله كيجي غزال. دابا البنات ما عندكم حتى شي عذر، ان شاء الله غادي تتقنوا بحال هكا. بقاو غير بشويه عليكم، المره الاولى الثانيه الثالثه ما تيأسوش حتى تكملوا. ما شاء الله كيجي فن هاد العريش. شتو يعني تقدروا نتوما تطبقوا باي طريقه بغيتو. دابا غادي نجي لهنا، هذا غادي نزربو هاد التويبه البنات دايره الفيزلين لتحت ياك باش تجيني سهل في التعلم. وكذلك راه بعض الخطرات راه كنخدم بالفيزلين باش الخدمه كتجي واقفه وزويونه على حسب الثوب عاوتاني. الا كان الثوب واقف راه كيسهل الخدمه، الا كان الثوب شويه طايح هكا كيعذب راه ضروري الفيزلين. كتشريو وتلصقوه بالمصلوح بالنسبه للمبتدئات وكتخدموا باش الخدمه كتجيكم زويونه وواقفه. من بعد راه كتنقيو الفيزلين من التحت. هنا البنات غادي نخدم جوج سطوره ديال العقيق باش غادي نعمر الوسط. هذا تا هو ضمن الخدمه راه كيكون مطلوب كتر، يعني كيكون مطلوب في القفيطنات في التكاشط، سيرتو الا تعمر بالكريستال او بالاحجار اللي فيهم السيبورات كيجيو ما شاء الله غزالين. وكذلك كاين اللي هاد العريشات اللي مضوبلين كيتخدموا بلي ستراس كيتلصق باللصاق، هذاك راه ساهل حاله. ومن الوسط كذلك كتعمروه يا اما بالعقيق ولا بالاحجار ولا الزمرد على حسب الرشمه كيفاش بغيتوها عامره. المهم هنايا البنات كتكملوا بنفس الطريقه. انا غير هذا ما بغيش نقطعه باش المبتدئات يرجعوا لهاد الفيديوهات يستافدوا منهم باش يلقاو اي حاجه بغاو لقاو فيها صعوبه يلقاوها. وسمحوا لي الا كثرت عليكم في الهضره، نكذبش عليكم، انا راه واخا هكاك راه فاش كنكون كنخدم ولا في حياتي اليوميه العاديه راه الخدمه والسكات ما فيش الهضره بزاف ولكن مني كنبغي نشرح كنزيد شويه في الهضره باش البنات يستافدوا. حتى دابا البنات راه ساهل. شوفوا واحد القضيه هنا، لاحظوا معايا هذا الخط هذا اللي كنخدم فيه. شوفوا الابره كنخرجها من الخارج، يعني الخارج في الظهر ديال العقيق بحال هكا. هاد القضيه ردوا معها البال مزيان، نقول لكم علاش. شوف شتي الابره كتشوف برا العقيق، لاحظتوا؟ باش فاش غنخدم معكم السطر الثاني غتشوفوا معايا فين غادي نخرج الابره عاوتاني. هنا سالا هاد فاش كتقربوا يسالي لكم من الخيط اوتوماتيكمون بدلوه باش ما تبقاوش تقطعوا في نص الخدمه. هنا شوف
الابره هنا غنخرجها في الوسط ديال العريش. في الاول خرجتها في الظهر ديال العقيق. هي راه نفس الخدمه، غير باش يجيكم متقون غتبعوا هاد المعلومات. شتي كنخرجوا في الداخل ديال العريش باش السطير ديال العقيق يجيني مقاد، حيت الا ضربتو البرا على برا غيجيكم صعيب، ما غاديش يجي متقون. ها نتوما شوفوا في الداخل ديال العريش كنخرج الابره، راه نفس الطريقه ديال الفوقاني مع التحتاني، غير نتوما هاد القضيه دي غير ردوا ليها البال باش يجيكم متقون وصافي. هنا البنات راه كنبقى غادا حتى كنكمل ان شاء الله. الفيديو الاخر غادي نحطو لكم، غير كنخلي لكم شويه ديال الوقت باش حتى الا بدات كتعلم ولا شي حاجه ما يدركهاش الدرس الاخر، حتى تعلموا على خاطركم. وان شاء الله يا ربي نتمنى ان هاد الدروس تطبقوهم على شي جليليبه ولا شي قميص في هاد الايام المباركه يا رب. ان شاء الله غنطرق معكم رشيمات خفاف باش اللي بغات تطبقها ان شاء الله هاد رمضان، حيت انا عندي الخدمه شويه عامره، دونك الاغلبيه ما شديتش الجلال، ما قدرش الناس ما غاديش نقدر نوفق ما بين، راكم عارفين رمضان و اش كنديروا في رمضان يعني بدون ما نبقى نقول شنو كاين. ضروري خاصني نوفق ما بين هنا وهنا، يعني شويه الخدمه وشويه العباده، يعني ماشي غادي نبقى مقابله الخدمه راكم عارفين البنات. والله يوفق الجميع، ضروري ناخذ على القياس ديالي. هانتوما البنات دابا شتو كيفاش جا ما شاء الله متقون زويون. كتعجبني الحاجه باش نقول لكم زويونه البنات باش نتوما تحفزوا اكثر كما كتحفزوني في لي كومونتير ديالكم. هانتوما هنا جبت الكريستال، هذا النمره 3. نتوما كتخدموا يا اما ما بين النمره 3 والنمره 2، ما تاخذوش ما كبر ما يجيش باش ما يجيش طاغي. هنا خدمت لكم بهذا اللوين باش يبان، كناخذوا بثلاثه وكنخرج الابره في الكريستاله الثانيه وكنعاود نرجع. هاد الطريقه هذه البنات كتخلي الكريستال غادي مقاد وما كيجيش كيلعب. ونفس الطريقه في العريش، الا بغيتو تخدموا غير بالكريستال فخدموا بهذه الطريقه، ندير 3 رجع 2 ديال العقيقات بالخيط وانتم غاديين. المهم البنات هذا هو جهدي عليكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا يا ربي وتطبقوا هذا الشيء وتفرحوا راسكم براسكم، ما تبقاوش شي حاجه اللي هي بسيطه تبقاو تدفعوها. صراحه انا كتعجبني الحاجه الا كانت في المستطاع ان الانسان يخدمها لراسو يخدمها، علاش لا؟ سيرتو دابا مع العواشر وداك الشيء، الخياطه الاغلبيه ما كيبقاوش مازال يزيدوا الخياطه، دونك الواحد يديباني راسو بهاد الخديمات اللي كيكونوا زويونين. وحتى العقيق راه باقي البنات والله الا باقي متقون، غير نتوما على حسب الطريقه كيفاش غتطبقوا هاد العقيق فوق التويب ديالكم. هنا ساليت كنت في الاخير هاد الزمرده باش كتثبت معايا مزيان. نتمنى انكم